ما بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 في أولى ماتشات المنتخب في كأس العالم. بصراحة المنتخب أبهرني من الناحية الهجومية، في التنظيم الهجومي والتحولات الهجومية كانت تدرس. المنتخب لعب ماتش هجومي مثالي، ولكن في الحالات الدفاعية المنتخب كان مخترق بأكتر من كرة في الشوط الأولاني وكذلك في الشوط الثاني. يعني بعد كل ده وبعد كل الأداء ده المنتخب كان وارد جدا كان يخسر من بلجيكا لو لعيبة بلجيكا قررت إن هي تستغل الفرص أو إن هم ما يلعبوش باستهتار. حسيت ببعض التراخي عند لاعبي المنتخب البلجيكي في إنهاء الفرص، ولكن ماتش من ناحية الهجوم بالنسبة للمنتخب بصراحة كان ماتش مثالي. فاجئني اللعيبه ان هم عرفوا ان هم ينفذوا طريقه الكابتن حسام حسن اللي الكل كان عارفها ان هي او ان احنا هننزل نسيب الكره لبلجيكا وهنلعب على التحولات. بصراحه اللعبه في التحولات كانت مبهره، ولكن في اللمسه الاخيره كان في بعض الاستهتار برضو وكان في بعض الانانيه. ولكن ماتش هجومي مثالي. ماتش نيوزيلندا وايران ماتش او ماتشين مش عايزين استهتار. ليه مش عايزين استهتار؟ لان الماتشين دول هم ماتشين اسهل من ماتشات بلجيكا على الورق، ولكن اللعيب المصري او عقلية اللاعب المصري اللي هو فيه اضواء عليه اكتر في ماتش بلجيكا. محمد هاني حتى جاب هدف في نفسه، ولكن قدم ماتش عالمي. ممكن تلاقي عادي محمد هاني قصاد لعيبة نيوزيلندا او ايران بيقدم ماتش اسوأ مما يكون. مثلا عندك هو هنا مثلا في الدوري المصري سيء جدا قدام جيرمي دوكو، كان عالي قصاد برضه بايرن ميونخ من سنتين ثلاثه في كاس العالم للانديه قصاد بايرن ميونخ، برضه قدم ماتش قدام كومان كان ماتش عالي. لما بيكون في سبوت على اللاعب المصري او بيكون في ضوء على او في كلام لاعب على اللاعب المصري، لا بيكون في شغل تاني. لكن اول ما يكون في حاله من التعالي على الكره بنخسر، وده اللي انا خايف منه في الماتشين الجايين قصاد نيوزيلندا وايران. وبس كده، سلام.